سنة أولى إعدادي، أهلا بكم. معاكم مستر فادي أيمن، ويا رب تكونوا بخير. معانا هنا سؤال مهم بيقول لي: إذا كان عدد سكان العالم حوالي 8 مليار نسمة، ما الصيغة العلمية لعدد سكان العالم؟ عايز يكتب العدد سكان العالم في الصيغة العلمية. طب إيه هي الصيغة العلمية؟ اللي هي عبارة عن A في 10 أس N. طيب إيه الشرط بتاع ال A؟ ال A تبقى أكبر من الواحد وأقل من العشرة. طيب ايه الشرط بتاع ال n؟ الشرط بتاع ال n ان هي تبقى عدد صحيح اذا كان سالب او موجب. طيب هنا عدد سكان العالم بيقول لك 8 مليار. تعال كده نكتب ال 8 مليار، 8 وجنبيها 9 اصفار، 1 2 3 1 2 3 1 2 3. طيب عايزين نكتب العدد اللي قدامك ده في شكل ايه؟ صيغة علمية. هنيجي هنا نحط علامة ونحرك العلامة بحيث توصل عند مين؟ لحد التمانية. العلامة توصل هنا، هتبقى 8 في 10. تعال نشوف العلامة اتحركت ناحية ايه؟ العلامة اتحركت ناحية يدك اليسار، يدك الشمال. طالما اتحركت ناحية يدك الشمال هيبقى كده الإشارة هتبقى بالموجب. خلاص؟ طب اتحركت كام خطوة؟ تعال نشوف اتحركت كام خطوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جت هنا تبقى 8 في 10 أس 9. خلاص؟ يبقى هنا لا، مينفعش نجيب العلامة هنا. هنا هتبقى 8 من 10، تبقى أقل من واحد. احنا عايزينها تبقى بين الواحد، أكبر من الواحد وأقل من 10. يبقى 8 في 10 أس 9. وطالما اتحركت ناحية اليسار يدك الشمال يبقى الإشارة بالموجب، الأس موجب. طيب لو الناحية التانية باليمين الأس هيبقى بالسالب. طيب تعالوا نشوف السؤال ده. بيقول لي أي مما يأتي يساوي جذر 9 إكس تربيع. قبل ما تبص في الاختياري حاول حل المسألة مع نفسك وبعدين بص قارن إجابتك بالاختياري. هنا التسعة إكس تربيع، التسعة جذرها كام؟ التسعة جذرها 3. طيب الإكس تربيع جذرها كام؟ أي حاجة أس 2 لما نجيب لك جذر خد نص الأس بتاعها. يبقى 2 نصها كام؟ 1. يعني إكس أس 1 اللي هي برضو إكس. خلاص؟ طيب هنا لو إكس أس 4 كنت هاخد نص الأس، يبقى إكس أس 2. ماشي. يبقى يلا كده التسعة جذرها 3 والإكس تربيع جذرها إكس. طب موجودة عندي في الاختياري؟ أيوه موجودة في الاختياري. فينها؟ أهياتي.